مين فينا بتحصلوش مشاكل أو بيعدي بظروف صعبة في حياته؟ كلنا أعتقد. طريقة تفاعلنا بقى مع المشاكل دي هي اللي بتختلف من شخص للتاني، وموضوع حلقتنا النهاردة عن الحاجة اللي مش هتلاقي أي دورة تدريبية في علم النفس أو دورة تحفيزية في اللايف كوتشنج إلا واتكلمت عنه، لأنه أسوأ طريقة ممكن الإنسان يحل بيها مشاكله، ده لو اعتبرنا ان دي طريقة حل اصلا، وهي ان الشخص يختار ان هو يلعب دور الضحية. وللأسف بأكد لك ان في ناس كتير حواليك بتلعب الدور ده، او انت نفسك ممكن تكون بتلعبه وانت مش واخد بالك. فتعالى بقى نتكلم عن ايه هو دور الضحية. دور الضحية هو إحساس الشخص بإنه عاجز قدام مسؤوليات الحياة من غير حتى ما يحاول إن هو يغير الأحداث دي أو يتحمل مسؤوليات. ودور الضحية بيلعبه الشخص بشكل واعي أو غير واعي بسبب تربية غلط مثلا أو ظروف لما اتحط فيها حب الشعور اللي بيجيله، سواء كان اهتمام، شفقة، طبطبة. فأدمن الشعور ده حد مثلا حصلت له مشكلة وراح يحكي لواحد صاحبه، ورد الفعل يبقى يا لهوي ده انت اتظلمت جامد والدنيا دي وحشة خالص، انت ما تستاهلش كل اللي بيحصل لك ده. والكلام بقى اللي بنواسي بيه ده شخص مثلا حب شعور الاهتمام والطبطبة اللي بتجيله من اللي حواليه، فبقى يحب يعيش الدور ده. ناهيك بقى ان الشخص ده ممكن يفتعل معاه خناقة مخصوص عشان ينال مشاعر الاهتمام والطبطبة دي من اللي حواليه. وخطورة الموضوع ان الشخص اللي ظلم اقنع نفسه ان هو مظلوم وانه ضحيه ليك وانت ما جيتش جنبه. وده حصل معايا صديق ليا في الجامعه افتعل معايا مشكله، وبدل ما يجي نتكلم عشان نحل المشكله دي، لا، راح حكى لأمة لا إله إلا الله، سواء يعرف الشخص ده أو ما يعرفوش، ويقول له بص أنا اتظلمت إزاي والناس بتبعد عني. إزيك عامل إيه؟ اسمك محمد صح؟ أنا جاي أحكي لك عن أكتر حد ظلمني في الدنيا. مش مهتم؟ طب تعرف إن أنا ما اتحضنتش وأنا صغير؟ ما تيجي كده نرجع لورا شوية ونشوف هو ليه الناس أصلا بتلعب دور الضحية. قبل ما نخش في الأسباب دايركت، خلينا نقول إيه الفرق ما بين اللي بيلعب دور الضحية والضحية فعلا. فليكن أنت حصلت لك مشكلة، جبت درجة وحشة في امتحان مثلا، فيا تذاكر وتشد عشان تعوض اللي فاتك، يا تقعد تبكي على الأطلال وتقعد تصيح لأصحابك وتقول لهم إن قد إيه الدكتورة حطاك في دماغها وإن قد إيه الامتحان كان صعب رغم إن أنت ذاكرت كويس، مع إن ده ممكن ما يكونش حقيقي بس هيبينك مظلوم اكتر. وهو ده معناه ان انا لو حصلت لي مشكله وما لقيتلهاش حل ورحت بدات احكي مثلا لواحد صاحبي او لجروب من صحابي، انا كده بعيش دور الضحيه. الاجابه لا. سلاح الضعفاء الشكايه. انك تقعد تشتكي لحد عمال على بطال ده دور ضحيه. عشان تشتكي لحد لازم تبقى عارف ان هو مر بنفس التجربه اللي انت اتحطيت فيها، او على الاقل عنده العلم الكافي اللي ممكن يفيدك بيه. الشيخ الشافعي بقى رحمه الله كان حافظ القران وهو عنده 7 سنين، وكان معروف عنه ان مهارة الحفظ عنده قوية جدا. لما قابل مشكلة في المهارة دي ما راحش يشتكي لكل الناس بقى ويقول انا يا جماعة عندي مشكلة في موضوع الحفظ، لا، قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني لترك المعاصي وقال لي ان العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. هو راح للشخص اللي عارف ان هو هيفيده، ما راحش اشتكى لاي حد بقى وزي ما تيجي تيجي بقى فادني كان بها، ما فادنيش او بناخد منه معلش. اشتكي لحد انت عارف ان هو هيفيدك ومفيش مشاكل لو كان فيه شوية طبطبة، بس هدفك الأساسي يكون البحث عن حلول مش الطبطبة. طيب أنا سمعت في أول حلقة إن أنت قلت إن دور الضحية ده ممكن يبقى بسبب ظروف أو تربية غلط، هل الكلام ده صحيح؟ كان في ترند كده لأب وأم شايلين ابنهم وداخلين بيه أوضة، وهم داخلين بيخبطوا بإيديهم على الباب ويقوموا حاطين إيديهم على راس الابن كده ويسألوه أنت كويس، حصل لك حاجة؟ الطفل بعدها كان بيعيط رغم إنه ما اتخبطش ولا حاجة، بس الأطفال بتبقى شايفة إن التباكي بيجيب اهتمام. هل الطفل ده يعرف إن اللي بيعمله ده دور ضحية؟ لأ، بس هو كبر وعرف إن لما يحصل له مشاكل ويبدأ يصيح ويعيط للي حواليه هيجيله اهتمام. وساعات كمان الشخص لما ما يعرفش يجذب الانتباه بإنجازاته بيجذبها بالتعاطف. وعندك كمثال هيلين كيلر اللي فقدت السمع والبصر في بداية حياتها، وبدل ما تقعد تصيح وتبكي على الأطلال وتقول للناس قد إيه الدنيا دي ظالمة وجاية عليها، لأ، اتخرجت من جامعة رادكليف وألفت 18 كتاب في مواضيع مختلفة. وعندك مثلا مثال تاني لأخين، الأول كان بيشرب مخدرات ومنجحش في حياته، ولما اتسأل عن السبب قال أصل أنا والدي ما ساعدنيش أحقق أي حاجة في حياتي وهو كمان كان بيشرب مخدرات وأنا اتعلمت ده منه. والأخ التاني كان ناجح جدا جدا في حياته، ولما اتسأل عن السبب قال أصل أنا ما حبيتش أطلع زي والدي وأخوي. فأنت مش مسؤول عن الظروف اللي أنت اتحطيت فيها، بس أنت مسؤول عن رد فعلك تجاه الظروف دي. أن تشعل شمعة خيرا من أن تقضي حياتك في لعنة ظلام. فيا تستغل اللي حصل لك وتنجح، يا تستغل اللي حصل لك في الصياح. يا صيوح اللي بتدور على الاتنشن، بس لو أنت من الناس اللي بتنور الشمعة مش بتلعن الظلام فالكلام ده كده كده مش ليك. بس تابع معايا عشان تعرف لو قابلت حد بيعيش عليك دور الضحية تتصرف معاه ازاي. وعندك مثال تالت، ربنا لما قال لسيدنا موسى قول لبني إسرائيل إن هم يقوموا يستردوا بيت المقدس، قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. طب أنتوا دلوقتي ضحية، قوموا خدوا رأي ردة فعل، استردوا أرضكم من المحتل. لا، إحنا إزاي؟ إحنا الظروف كلها ضدنا والدنيا ظلمانة وإحنا عجبنا دور الضحية اللي إحنا عايشينه ده.
سبب من الأسباب اللي بتخلي الناس تلعب دور الضحية وهي المسلسلات والأفلام اللي بنشوفها، اللي بتزرع جوانا فكرة إن في دايما شخص الدنيا جاية عليه والظروف كلها ضده والحاجات اللي هو عاوزها ما بتحصلش، وبالتالي أنت بتتقمص الدور ده وبتبدأ تعلق مشاكلك على شماعة الظروف. اللي بيعيش دور الضحية ده بيبقى بيعيشه عشان يهرب بيه من مسؤولية حل المشكلة، زي مثلا واحدة حجتها واللي مانعها عن نجاحها هو جوزها، اصل هو مش عارف مش مخليني اعمل مش عارف ايه. لا، في ان انت بتستغلي رفض جوزك ده كشماعة. لو جوزك ده راجل سوي اقعدي اتكلمي معاه، يا تقنعيه يا يقنعك. والله اقنعتيه ان انت صح وان ده طريق نجاحك فعلا وهو خلاص اقتنع بوجهة نظرك، خلاص امشي في طريق نجاحك ده. اقنعك هو بوجهة نظره فخلاص هتبداي تشوفي طرق تانية تمشي فيها علشان تنجح. ونفس الكلام مع الاهل، لو هم مش موافقين على حاجة وانت شايف ان انت ممكن تنجح فيه. لو الشخص تمادى في ان هو يعيش دور الضحية وفضل يحسس نفسه ان هو قليل حيلة وان هو فقد السيطرة على اللي حواليه، مع الوقت هيفقد ثقته بنفسه وهيستمد قيمة ذاته من تعاطف الناس حواليه. وهنعمل حلقة عن قيمة أو توكيد الذات، فاتأكد إن أنت عامل سبسكرايب عشان يوصلك الفيديوز الجاية، واعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعد إن هو ينتشر أكتر. التمن اللي بيدفعه الشخص ده إن هو مع الوقت قعدته هيبقى غير مرغوب فيها، أو بالبلدي كده قعدته نكد، والناس اللي حواليه هتبدأ تعامله زي ابن الجيران، اللي هو الدراسة صعبة عليك معلش بس مش هيجوا يذاكروا له، او محدش هيبقى مهتم ان هو يديك حلول، لانهم عارفين ان انت هتحجم باي حاجه عشان تطلع موضوعك ما يتحلش وان انت جربت كل حاجه وما ينفعش. عرفنا مع بعض ايه هو دور الضحيه وليه الشخص ممكن يلعب دور الضحيه. طيب اعمل ايه لو انا الشخص ده، او لو اللي قدامي بيعيش دور الضحيه عليا؟ تعمل ايه بقى لو انت الشخص ده؟ اول واهم حاجه وهي ان 50% من حل اي مشكله هو ادراكها. هتحل مشكله ازاي وانت مش معترف انها عندك؟ قبل اي حاجه انت دلوقتي عرفت ان انت بتلعب دور الضحيه، طيب خلاص في يوم وليله هتتعافى من الموضوع ده والدنيا هتبقى تمام؟ الإجابة لا. أنت هتبدأ تشوف كل يوم الموضوع ده بيقل معاك بنسبة قد إيه، زيه زي أي مايند سيت أو عادة أنت عاوز تكتسبها. تاني حاجة هتشوف إيه اللي وصلك لكده، هل مثلا الخذلان المستمر، إن أنت اديت لقب السند لحد ما يستاهلوش أصلا، وللأسف الحد ده ممكن يبقى أب أو أم. السند مش بالقرابة بل بالفعل. تالت حاجة بقى، هل أنت حاطط أولويات اللي حواليك قبل نفسك؟ وقال إيه معطاء؟ كل واحد فينا بيبقى جواه أنا عاوز ده أو أنا عاوز كذا، وبعدين أنا بفكر فيك. لو فضلت تبدي اللي حواليك على نفسك هتبقى شخص اعتمادي في حاجة مستمرة للحصول على الرعاية من اللي حواليك، لأنك ببساطة هتبقى شايف إن أنت مش بتاخد بالكم اللي بتديه، وبالتالي هتبقى شايف الناس كلها وحشة أو الناس كلها جاية عليك والناس كلها مقصرين معاك. لأ، المقياس بتاعك هو اللي غلط، فأكيد هتبقى شايف كده. واللي حواليك برضو مع الوقت هيبقوا اعتماديين. لو أنت أم مثلا وبتربي ولادك بالطريقة دي فولادك هيبقوا اعتماديين. لو أنت صاحب مثلا وبتعامل صحابك بالطريقة دي صحابك بالتالي هيبقوا اعتماديين. صحابك هيبقوا مستنيين منك دايما الاكتر وشايفين ان هو حق مكتسب رغم ان انت مش مجبر ان انت تعمل ده. هيحاسبوك على حاجه اكسترا او فضل منك من كتر ما انت بتعمله بقى ده طبيعي بالنسبه لهم. لما تيجي تتعامل زي الناس الطبيعيه هيقولوا ايه ده مقصر معانا جامد. مثلا صاحبك جه قال لك انا عاوزك تعمل لي حاجه معينه وانت مشغول وراك حاجات مهمه ومش هتعرف تعمل الحاجه دي، بس جيت على نفسك وكنسلت الحاجات دي وقلت له ماشي هعملها لك. جيت انت بعدها طلبت من نفس الشخص ده ان هو يعمل لك حاجه وقال لك لا والله انا مشغول وما عنديش وقت، هتبقى شايف ان انت جيت على نفسك وفضيت نفسك عشانه وهو شخص سيء علشان ما فضاش نفسه عشانك، رغم ان ده من حقه تماما وانت المفروض ما تتضايقش، بس انت كان مقياسك غلط. وممكن الموقف ده يتكرر وصاحبك يجي يطلب منك حاجه مثلا وانت مشغول الفتره دي فتقول له لا والله معلش انا مشغول الفتره دي، فيتضايق منك جدا ويبقى شايف انت ليه بتعمل معايا كده، لانه خد ان الطبيعي بتاعك ان انت بتيجي على نفسك، بس المره دي انت مش عاوز مش قادر. ورابع حاجة بقى، ما تحكمش على نفسك، ما تبقاش جادجمنتال. اللي بيعيش دور الضحية ده بيدوس على نفسه، اللي هو انا صحيت مرة متأخر مثلا فلا لا لا انا كسول، ويبدأ فعلا يبقى كسول في بقية افعاله. انا كدبت مرة مثلا فخلاص لا 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 انا كذاب، ويبدأ فعلا ياخد الكذب ده اسلوب حياة. انا جيت على حد مثلا من غير قصد فلا لا خلاص انا ظالم، وهكذا. اخر حاجة بقى في موضوع لو انت اللي بتلعب دور الضحية هي انك تعترف بالضعف. انت لما يجيلك برد ده معناه ان جسمك ضعيف وان انت محتاج تروح لدكتور وهو يساعدك ويديك العلاج. نفس الكلام، اعترف بضعفك لنفسك، ما تتكسفش، متبقاش شايف ان لا انا جامد او انا قوية وان دور ضحية ايه وبتاع ايه. طب اعمل ايه بقى لو لقيت حد بيلعب دور ضحية ده عليا؟ اتصرف معاه ازاي؟ اول حاجة مش خبط لزق كده تروح تقول له انت عايش دور ضحية، كده يحس ان انت بتهاجمه او بتزعق له، اللي هو بتتكلم من البيرنت ايجو ستيت، وانتوا الاتنين المفروض تبقوا بتتكلموا من الادلت ايجو ستيت. اتكلمنا عن الايجو ستيتس الحلقه اللي فاتت، فلو لسه ما اتفرجتش عليها سيبها لك هنا وهنا، اتفرج عليها هتفيدك. هتبدا تفهمه مسارات التفكير، اللي هو بص في شويه مواقف كده انت ما تصرفتش فيهم صح. هاجم الموقف مش الشخص، وهنتكلم على ده بحلقه بالتفصيل، فلو لسه ما اشتركتش مستني ايه. ولما يسالك ازاي هتبدا تقول له انت لما يحصل عندك مشكله مثلا تقعد تشتكي لناس كتير، هل ده ضعف؟ طب انت كسبت ايه من الموضوع ده؟
تعاطف مثلا، وتبدأ تفهمه طريقة تفكيره المفروض تبقى عاملة ازاي. ساعتها هتقول له إن ده اسمه دور الضحية، وتعريفه كذا، ولو كملت كده هيحصل لك كذا، وعلاج الموضوع ده كذا، زي ما شرحنا بقى طول الفيديو. واهم حاجه خلي بالك لا طاقتك انت تستنزف، ما تكرسش وقتك ومجهودك في انك تغير اللي قدامك. اللي هيستنزفك ايه؟ ان انت حارق وقتك ومجهودك مع شخص وهو في عالم تاني خالص، وما عليك الا البلاغ. هتعنفه بقى، هتكلمه بالراحه، هتهزقه، تبعت له لينك الحلقه دي، انت اضرب صاحبك والطريقه اللي هيجي بيها. لو وصلت لهنا فبجد عاش، الاتنشن سبان بتاعتك حلوه قوي. واكتبوا لنا في الكومنتس حابين نتكلم عن ايه بعد كده. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه.